يمساء الورد، يمساء الفل، يمساء الهنا والسعادة والخير والجمال والشياكة والأناقة والطيبة والأخلاق الحلوة. مساءكم نور على نور، مساء الورد والفل والنجاح والرضا والأمن والأمان على مصر أم الدنيا. تحية من قلبي لكل سيدات وبرنسسات وشابات وأحفاد وأصدقاء مصر أم الدنيا. ومن مصر أم الدنيا بنمسي على كل الوطن العربي ونقول لهم دعواتنا وربنا معاكم ويعم الأمن والأمان عليكم. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويكرم كل العرب إن شاء الله في أي بقاع الأرض. هنعمل رز بسمتي النهاردة هنعمل رز بسمتي. تحية لكل أهل الخليج اللي احنا بنتعلم منهم حاجات في الكبسة وحاجات حلوة احنا بنحتاج نعرفها. النهاردة انا هعمل كبسة رز معاها مرق. ايه يا ماما المرق ده؟ مرق انا هعمل النهاردة مرق بطاط. البطاط يعني البطاطس. انا لما اجي اشتغل في البطاطس او البطاط زي ما بيقولوا دايما بخلي البطاطس عندي مسلوقة نص سلقة علشان ما اخدش وقت في الاكل وما استهلكش وقت ومجهود وغاز. فبسلق دايما البطاطس نص سلقه واخليها عندي، بحتاجها بستعملها. دي البطاطس دي انا سلقاها من امبارح، سلقه كميه اهي. انا سلقه كميه، عايز تسلقي قوي اسلقي، عايز تسلقي نص سلقه زي دي بالمره هتسلقي، هتقشري وتسلقي، تطلعي اللي انت عايزاه جامد وتسيبي اللي انت عايزاه ني تبقى مستوي زياده. فانت بتستعملي حاجتك مع نفسك. طيب ماما انت حاطه الحله على النار؟ ايوه، اصل انا حطاها على النار لانها تخينه فبتاخد وقت في انها تسخن وانا عايزه اسخنها. فانا كده ابتدت تسخن معايا علشان اعمل لك الرز البسمتي. هعمل ايه؟ هاجي اخد سمنه بلدي اهي، ادي السمنه البلدي علشان اعمل شويه رز حلوين اهم. الرز البسمتي بياخد سمنه وزيت اكتر، واجي احط عليهم شويه من الزيت علشان الزيت يخلي الرز يلمع ويخلي الرز ما يعجنش معايا يا بنات. مفيش تكبيس، مفيش شير، هنزل واعمل اكلتي لوحدي ولا يهمني ولا في دماغي معاكم خالص. ادي شويه زيت وحته سمنه. هنعمل ايه؟ هوريكي. هنيجي هنا نحط على طول، استنى، ادي فص المستكه علشان اخلي السمنه والزيت ريحتهم حلوه. واجي كمان احط فصين من الحبهان اهم. ايه، هفتحهم ما سيبهمش مقفولين اهم. لو سبتيه مقفول ما استفدتيش من ريحته حاجه. خلاص خلصنا. الزيت والسمنه على النار وبيقدح معايا الحبهان والمستكه. خلاص كده خلاص. هنيجي نعمل لحمه مفرومه. هي اكلتنا النهارده عباره عن الرز باللحمه المفرومه. نزلي يا اختي اللحمه المفرومه بتاعتك. ادي اللحمه المفرومه، وعلى طول هنزل عليها بشويه بهارات لحمه، عليهم قرفه اهي، هتخلي طعم الرز يجنن. واجي على طول احط عليها برضو الفلفل الاسود اهو، ونقلب اللحمه المفرومه بتاعتنا. استنى ما اشوف بتعملوا ايه وبتقولوا ايه لحسن انا اتعلمت. ميمي شكيب صدقي صح يا ستي، احلى حاجه والله، والله انت بتفهمي. الله يرحم الجميع اين كانوا. ميمي شكيب الله يرحمها ويحسن اليها، ايا كان طبعها او ايا كان اسلوبها او ايا كانت هي مين،
ربنا يرحم الناس كلها يا رب. اتمنوا الرحمة للناس كلها يا رب، يرحم الناس جميعا ان شاء الله. اوعوا تفكروا ان انا بزعل من كومنت او بزعل من كلمة بتتقال، لا خالص، بالعكس انا ببقى مبسوطة جدا حتى لو اهانة، حتى لو شتيمة، لان مين اللي بيشتم؟ هتحاسبي مين؟ هتحاسبي وتقولي يا مين؟ هتقولي يا رب. فما تزعليش من جارتك، من اختك، من قريبك، من صديقتك في العمل قالت عليكي كذا، اوعي تزعلي او تتأثر. بالعكس خليكي دايما واثقة في الله سبحانه وتعالى وردود الله سبحانه وتعالى، واحمدي ربنا انك بتسمعي الكلمة الحلوة والكلمة الوحشة. ليه؟ لان دي في حد ذاتها نعمة، ان ربنا اداني نعمة السمع. وفلان او فلانة ربنا بيجازيها على القول، فربنا يقدرها اكتر على ما تقول، او لو بنيتها الذم ربنا يديها على قد ضميرها ونيتها لاي حد. انا كده اللحمه المفرومه على النار بتتشوح بالفلفل والبهارات والقرفه زي ما انت شايفه، واسيبها على النار. هبتدي دلوقتي احط لها البصل بعد ما الميه بتاعت اللحمه تنشف. اوعوا تفكروا ان يهمني ان حد يعمل لي بلوك، حد يعمل لي مش عارفه ايه، حد يقفل لي قناه. اوعوا تفكروا ان فارق معايا ميديا. اللي فاكر كده ما بيفهمش حاجه، اللي فاكر ان انا في سني ده فارق معايا حاجه اطلاقا. اقسم بالله والنعمه الطاهره دي انا ما بطلع الا لما يقعدوا يقولوا لي ماما يلا ماما 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 بضطر اطلع. لكن لو عليا انا راضيه بعيشتي وبحياتي وبدنيتي وبكل حاجه فيها الحمد لله، مهما يقولوا ومهما يعيدوا او مهما يحاولوا يطفوا الشمس. طفوها الشمس، انتوا مش ربنا. قولوا ما تقولوا، انتوا مين؟ هتقولوا اكتر من اللي اتقال على مين؟ على الانبياء، على الرسل، على الصحابه، على مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ فانتوا اصلا مين؟ فانا مش عايزه بناتي تهتم باي حاجه ممكن تتقال او تتاثر باي كلمه ممكن تتقال. ادي البصل هنزله على لحمتي واسيب اللحمه على النار لحد ما تشرب ميتها بالبصل ونشوف بيقولوا ايه. بتطبخي ايه يا ماما؟ دي هعمل رز بسمتي دلوقتي زي كبسة لحمة بس باللحمة المفرومة. نعم يا جوجو حبيبة قلبي يا جوجو، الله يسعدك ويفرحك ويكبر خاطرك ويعوض عليك ان شاء الله بإذن الله يا رب، اللهم امين. تسلمي من كل شر يا نون، تسلمي يا قلبي. اللحمة المفرومة ابتدت تتعصج معايا بالبصل وانا بحبك قوي. ربنا يفك كربك يا قلب امك، ربنا يفك كربك يا قلبي. يا رب ما تقعوا كلكم في دقيقة، ولا يا رب يهوب ناحيتكم كرب بفضل الله وبعون الله. لميس حبيبة ماما وقلب ماما وروح ماما. لسه المية ما نشفتش، خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين اللحمة المفرومة فاضل لها ايه؟ الملح اهو. هحط شوية من الملح، مش هكتر لاني عندي شوية من الشرب. قلبي انت اللي ملكة والملك لله، انت اللي ملكة يا قلبي، انت اللي ست الستات يا روحي. الله يسعد قلبك وقلبكم كلكم وقلب كل اللي بيشوفنا وبيحمد ربنا على نعمة الله سبحانه وتعالى. بيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. اللهم لك ألف حمد وألف شكر. طيب بالنسبة لي هنا هاجي أخرط طماطماية زي ما انت شايف واحدة واحدة على اهي حبيبة روحي. أخرط طماطماية تدي طعم للرز البسمتي ولا تاخد منك ثانية. اوريها لك دلوقتي وتاكلي رز. ممكن تاكلي الرز بس من غير مرق او من غير معبوش، لكن انا هعمل المرق وهعمل المعبوش. زي ما انت شايفة حتة الطماطماية واحدة بس مش اكتر على الرز. وانتوا عارفين ان انا بعمل لكم الاكلة بتاعتي انا بتاعت بيتي،
يعني ما بفرضش عليكي نوعيه، انت حره عايز تطبخي ايه تعملي ايه براحتك خالص. هنيجي هنا حطينا الملح، حطينا الطماطمايه، البصل، البهارات، الحبهان، المستكه. انزل بالرز البسمتي بتاعي، والنهارده انا مكتره الرز. ادي الرز هشوحه كويس جدا مع اللحمه المفرومه. كبسه لحمه مفرومه، ممكن تعملي كبسه فراخ، ممكن تعملي كبسه لحمه ضاني، ممكن تعملي كبسه لحمه قطع، ممكن تعملي كبسه جمبري اللي هو الروبيان. انت ممكن تعملي كبسه بكل انواعها. وادي الرز البسمتي بتاعي، واسيبه يتشرب على النار ويشم ريحه السمنه ويشم ريحه. ناخد معلقه خفيفه عشان اخد من تحت لفوق، وما تقلبيش قوي، هتقلبي بمعلقه خفيفه كده علشان الرز ما يتكسرش منك، تفضل الرزايه سليمه. هوي عليه علشان يخش فيه السمنه والزيت ويبقى كده. انا ممكن اكل الاكله دي مع معبوش جنبها او شويه سلطه. انا هعمل النهارده مع الاكله دي مرق بطاطس، اللي هي البطاطا مرق، يعني طماطم مطبوخه بتتاكل مع الرز، يبقى طعمها حلو قوي وما بيحطوش فيها لحمه خالص. اللحمه بنكتفي بحته اللحمه المفرومه اللي احنا حطيناها مع الرز. انا كده بالنسبه لي الرز اتشوح. هنيجي نحط عليه ميه او حطي عليه شوربه براحتك خالص. فانا عندي شوربه، فهنزل بالشوربه على الرز. شوربه سخنه، ونقلب الرز بتاعي. وكده الرز بتاعي خلص. هحطه على نار واطيه وهوريهولك اول ما يخلص دلوقتي. هنا انا هعمل مرق بطاط. ادي مرق البطاط. مرق البطاط ما بيتعملش بالبصل، بيتعمل بالثوم بس، هوريهولك دلوقتي. ادي الكبشه، هناخد حته من السمنه وهنيجي ننزل عليها بحته ثوم. عشان اعمل مرق بطاط. ادي حته ثومه، ونقلب الثومه زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا ننزل بالبطاطس بتاعتنا زي ما انت شايفه اهي. قطعيها تخينه علشان هتستوي معاكي اهي. هتعملي مرق بطاط حلو جدا جدا جدا، وانتي اصلا سلقه البطاطس نص سلقه، يعني مش هتاخد معاكي على النار وقت، هياكلوا على طول. مسافه الرز ما يستوي تكون اكلتك خلصت خلاص. ريحه الثوم مش عايزه اوصفلك. وهنيجي نحط لها الفلفل الاسود اهو، وازود الملح شويه، واجي احط لها طماطم عصير، واجي ازود عليها شويه من الشوربه تكمل سواها. وكده اكون عملت مرق بطاط، وادي احطها على نار صغيره، ويبقى كده الرز على النار والمرق البطاط بتاعي على النار. خلصت اهم حاجتين. طب هتعملي ايه يا ماما؟ عايزه اعمل شويه معبوش جنب الرز بقى. هعمل ايه؟ ما لازم، هناكل ايه؟ طب ايه هو يا ماما المعبوش؟ هوريهولك دلوقتي، ثانيه واحده. اجيب الخل واجي هنا
اجي احط طماطميتين او طماطمايه، الكميه اللي انت عايزاها للمعبوش حطيها، وبحط عليها قرن فلفل حراق زي ما انت شايفه، وباجي احط عليها حته بصله، وبعصر عليها ليمون. ده المعبوش بيبقى احلى حاجه مع الرز البسمتي هي الاكله دي. احط ليمون، احط الملح، وبنحط عليها الكمون، واهم حاجه فيها هي حته الثوم. وهنيجي ننزل عليها شويه من الخل، وهنيجي نضربهم مع بعض. خلاص، ويبقى كده عندنا معبوش. ما تحطوهوش على النار، هتاكلي معبوش ني. يلا بينا نضربه. يا بنتي استني. وكده اكون عملت المعبوش. ادوقه بقى عشان اشوف هيبقى عامل ازاي. لازم ادوقه. جبني خطير. نعبيه. عايزه تحطي على الوش شويه زيت حطي، مش عايزه تحطي هتاكليه كده مع الرز البسمتي. انزل كل الكميه واوريها لك. ادي المعبوش اللي هتاكليه مع الرز. خلاص، هنيجي نعمل ايه؟ نرجع الجهاز بتاعنا من غير ما نغسله خالص. هنيجي هنا هعمل شوربه للي مش عايز ياكل اكل شرقي. هنأكله ايه؟ هنأكله حاجه تانية. هنيجي نعمل شويه شوربه مشروم. ليه بقى؟ لان المشروم عندي ابتدى يدبل، فانا مش عايزاه يدبل، فهعمل ايه؟ عندي شويه شوربه فهستعملهم. ادي المشروم سليم. سليم يا ماما؟ ايوه، خفيش. حطي عليه شعره من الفلفل الاسود، شعره من الملح عشان يطرى معايا، واجيب الفلفل واستنى على المشروم يهدى عشان اعمل بيه شوربه مشروم، وارجعهم في نفس الحله. والبطاطس على النار زي ما انت شايفه، الشوربه والرز بتاعي على النار، والمعبوش قدامي، وادي الشوربه بتاعتي. يا دوبك بس يشم المشروم ريحه السمنه، يشمها. بالفلفل الاسود والملح بتاعي. روعه. كده هو ابتدى يشرب الميه اللي هي نازله منه، ابتدى يشرب الميه اللي نازله منه. خلي بالك يا بنات عشان تستفيدوا من اللي انا بقوله، مش بقول لك حاجات بعرضها لك كذا، لا، بعلمك بس اكلي شكله ايه. طيب
اشوف بتقولوا ايه. حد عايز سؤال؟ يا دي الشبه شبه شبه، يا دي شبه شبه مين؟ يخلق مش شبه 40. حبي نفسك، حبي اكلك، حبي نعمه ربنا، اطلبي البركه بدل ما انت عماله تقولي شبه وشبه وشبه. مفيش حد شبه حد. الوش ممكن يشبه ناس كتير، لكن الاطباع لا، لكن التصرفات لا، لكن الاخلاق لا، لكن الدين لا، لكن علوك بمكانتك على الارض لا. فما تشبهيش حد. حبيبه قلبي، طريقه الرز قلتها بقى، هتشوفيها لما ينزل الفيديو على التطبيق الاحمر. انا كده شوحت المشروم بتاعي، انزل عليه بالشوربه. خلاص كده احنا خلصنا كده يا ماما. خلاص ايوه كده خلاص اهو. وهاجي احط عليهم شويه من الحليب اهو، اسيبه على النار شويه، ولا في بصل ولا في توم ولا في اي حاجه. الشوربه كان فيها بصل، نكتفي بهذا القدر. وبعدين تغلي الميه بيه شويه زي ما انت شايفه اهو، بشويه لبن صغيرين والباقي شوربه. وهضربه بنفس المكنه اللي انا ضربت فيها المعبوش. بقيتها في طماطم، بقيتها في نكهه حلوه كفايه عليها تشم الريحه اللي انا هحطها في نفس الجهاز. ادي نفس الجهاز، واجي اقفله. واهم حاجه ما تضربيش الخليط قوي، خلي المشروم يكون حتت، هتخليها طعمها حكايه. زي ما انت شايفه ادي المشروم محتحت، هننزل بيه هنا وارجعه تاني على النار واسيب المشروم يستوي علشان اعمل احلى شوربه مشروم. ادوق الملح بتاعها عشان لو محتاجه حاجه. مش محتاجه حاجه، الشوربه ظبطاها. شعره الملح اللي حطيناها الاول على المشروم بشويه الفلفل الاسود مخليه الموضوع يجنن. البطاطس كده بالنسبه لي قربت تستوي او استوت. دي اللي هتتاكل مع الرز البسمتي. ونشوف هاتيلي البليت ده اشوف البطاطس بتاعتي اخبارها ايه. لسه على وشك السويه. اوطي النار عليها واسيبها تتسبك مع بعضها وابص على الرز. لا 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 لا، استنوا استنوا يا بنات استنوا اما اوريكم الرز. الرز على النار، اقلبه بقى دلوقتي تقليبه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلبت الرز تقليبه واغطي عليه تاني وابتدي هنا المشروم يغلي، انزل عليه بشويه من الكريمه. الكريمه هتخليه يتقل وتشربي احلى شوربه مغذيه جدا. ممكن تكتفي بدي جنب واحده توست تحمدي الله. غدا شوربه مشروم مع واحده توست بالثوم او بالزبده، واحمدي ربنا على كده. كده شوربه المشروم بتاعتي خلصت. البطاطس على النار، الرز على النار، المعبوش وعملته. عايزين مني ايه بقى؟ اتكلم معاكم شويه وبص بتقولوا ايه. لا استنى، نسيتي تحطي كركم يا طنط. ما بحطش كركم انا لما هحط دلوقتي هحط لك زعفران مش كركم. ما تحطيش كركم. الكركم ده له اكل تاني، اللي هي الكركم بيتعمل بيه المنسف.
الكركم بيتعمل بيه رز المنسف، رز مصري منسف. الرز البسمتي ما بيتحطش عليه في الكبسه الكركم. هوريكي دلوقتي بنحط ازاي عليه الزعفران. عبايتي منين؟ عبايتي من الكويت. تحيه لاهل الكويت كلهم. انتبهي لا تحرقي كوبك. لا ما تخافيش، انا موطيه النار، فحتى لو عملت كده ما تخافيش خالص. وبعدين المسافه من هنا لهنا بعيده، يعني اللي عامل لي المطبخ عامل المسافه من هنا لهنا بعيده. ما تخافيش عليا، ربنا يحميكي يا بنتي. انا عايشه بالخليج. ايوه. انت من ايام التطبيق الازرق منوراني. المعبوش ازاي؟ طماطم، خل، ليمون، ملح، كمون، توم، تضربيهم مع بعض بقى معبوش. احلى معبوش، ربنا يخليكم. الشوربه بتاعتي ابتدت تغلي زي ما انت شايفه. اشربي احلى شوربه، احلى شوربه. عايزه تزوديها تحطي عليها شويه من لسان العصفور، يكونوا عندك متحمرين جاهزين، حطيهم، تبقى وجبه كامله. اهو انا محمراهم من امبارح اهو. احطهم يا ماما؟ حطيهم، هيجرى ايه؟ اهو ولا يجرى حاجه. قلبي قلبي. بس حطيتي لسان العصفور، تبتدي بقى على طول غلوه واحده وتطفي، غلوه وتطفي. قصه خلصت، خلصنا اكلتنا. عايزين مني ايه بقى؟ يعني بالكويت. بالكويت يعني دقوس معبوش، بس ده فيه معبوش اخضر وفيه معبوش احمر. انا بعمل معبوش بالطماطم بيبقى حلو. انا كده بالنسبه لي الشوربه خلصت كده تمام. هنيجي بقى للرز، اوريكي هتعملي ايه يا حلوه. ادي الرز بتاعي اهو، ادي الرز باللحمه المفرومه. عايزه اعمله بالزعفران. طبعا هعمله بالزعفران، امال ايه. اجي احط شويه زعفران في حته واحده. عايزه تدوبيهم في شويه شوربه او شويه ميه، حطيهم اهو. انزلي بشويه زعفران على الجنب، على جنب واحد زي ما انت شايفه. اجي اعمل ايه بقى؟ الجنب ده اهو، ادي الزعفران هنا. ابتدي بقى ايه؟ اقلب ده على ده اهو. تاخدي رزايه صفرة ورزايه باللون بتاع اللحمه المفرومه، وتاكلي بألف هنا وشفا. وبحبك جدا جدا جدا، وبتمنى لك كل الخير وكل السعاده، ويا رب دايما بفرح وهنا. عملنا شوربه المشروم، عملنا رز بسمتي لينا، عملنا مرق البطاطا اللي ريحتها بالتومه تجنن، نعمه من عند ربنا، وعملنا المعبوش. ونحمد الله، واللهم لك الف حمد والف شكر ليك يا رب على كل النعم، سمع وشم والنطق واللسان والايدين، ولسه ما زلنا واقفين على رجلينا. والانسان في مراحل الهدم لابد ان يحافظ على نفسه. انت في مراحل العمر الكبيره، العجوزه زينا، هي مراحل هدم في الحياه، هي بتهدم حاجات كتير. فاحنا ما كناش كده من 10 سنين او من 20 سنه. طب دلوقتي اعمل ايه؟ احافظ على نفسي، افضل واقفه على رجليا، ادافع عن قوايا كلها بفيتاميناتي، باكلتي الحلوه، اشرب ميه، اهتم بنفسي، احط كريماتي، ما اهملش في حالي ولا في نفسي اطلاقا، ما ازعلش، ما هتقول يا رب الحمد لله، هتكوني دايما حامده وراضيه. هتلاقي كل الدنيا بالنسبه لك سواسيه بكل الاشخاص وبكل الناس. اصلا انا راضيه، ما انا عارفه ان الناس شكلها ايه من قديم الازل، فيهم الغدر وفيهم الخيانه وفيهم الذم وفيهم اكل اللحم. امال انت ليه مصدومه؟ مش عارفه. طب في نصب؟ يوه كتير. طب في اتهامات؟ يوه، اتهموا النبي، اتهموا الانبياء، اتهموا السيده عائشه، ما خلوش. طب انا جاي دلوقتي ازعل على تفاهه الحياه؟ ابقى انا هايفه، يبقى انا مش حامده ربنا، مش شاكره فضله، مش عارفه يعني ايه ان انا اكون ست اعرف اتحمل الدنيا وصعابها. بحبك جدا وبتمنى لك كل الخير وكل السعاده، ويا رب دايما تكونوا في فرح وهنا، وتكونوا راضيين حامدين شاكرين ربنا على كل النعم وكل العطايا. اشوفكم لو لي عمر في وقت تاني.